مشاهدينا الكرام، من أمام برلمان السويد في ستوكهولم نهنئكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اجتمعنا منذ أسبوع هنا أمام برلمان السويد كي نطالب من برلمان السويد وحكومتها وبقية الدول العربية والإسلامية باعتبار ممارسة نظام الاحتلال الصينية تجاه شعب الأيغور المضطهدة إبادة جماعية، لأن الصين ترتكب إبادة جماعية في حق مسلم أيغور في تركستان الشرقية منذ عام 2016. هناك بعض الدول منها الولايات المتحدة الأمريكية وهولندا وكندا اعتبرت ممارسات نظام الاحتلال الصينية بأنها إبادة جماعية، أو على الأقل إنها جريمة ضد الإنسانية. لذا نطالب من برلمان السويد وبقية البرلمان الدول الأخرى خاصة في الشرق الأوسط أن يعتبروا ممارسات نظام الاحتلال الصينية إبادة جماعية، لأننا عندما نسكت خوفا عن الصين ربما يأتي دور لأقليات الأخرى، لأن الصين احتلت منطقة تركستان الشرقية عام 1949. بعد ذلك هجمت على تيبت وعلى منغوليا، والآن أصبحت نظام الاحتلال الصيني السيسي في أخطر منظمة إرهابية التي جلست على مقاعد الحكم منذ ما يقارب 90 سنة بالدم ولغة الحرب والسلاح. لذا معا نكون أقوياء، ومعا نستطيع أن نوقف نظام الاحتلال الصينية عن ارتكاب جرائم أكثر مما يرتكب الآن. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.